من الإخبارية السورية مشاهدينا نحييكم وإليكم هذا التوضيح. أهلا بكم. عباقرة الإعلام ومهرجو الصحافة يركزون جهودهم هذه الأيام للتحريض على سوريا، وما جرى معنا في الإخبارية في اليومين الماضيين يكشف جوهر ما يجري ويدور في كثير من العقول والمحطات. وإليكم القصة. في ظهيرة يوم الجمعة وعقب الصلاة سارعت قناة الجزيرة إلى إذاعة أخبار عن مظاهرة حاشدة في حي الميدان وسط دمشق، وقمنا في الإخبارية بالاتصال بمصادرنا في هذا الحي، فوجدنا أن هناك مجموعة من المصلين خرجوا من جامع الحسن وهتفوا الله أكبر وهتفوا لسوريا والحرية، وكان عددهم بالعشرات. وسارعنا إلى نشر الخبر وقلنا إن عشرات هتفوا لسوريا والحرية، ولكن الجزيرة استمرت باعتماد خبرها بأن هذه المظاهرة حاشدة، بما يوحي أن هناك جموع وجموع وجموع تحتشد في الميدان. وأثناء ذلك هطلت في الحي أمطار غزيرة فتفرقت المظاهرة، وكعادة أهل الشام عند هطول الأمطار يحمدون الله الذي يبعث بالخير من السماء، ولكن الجزيرة تجاهلت الأمطار وظلت على خبرها حول المظاهرة الحاشدة في حي الميدان. طبعا استمرت الجزيرة ببث صور تقول إنها عن مظاهرة في الميدان. عندها وللتفاعل الإخباري الإيجابي ولكشف الحقيقة وضعنا على الشاشة خبرا عما يجري لحظتها في الميدان. قلنا فيه: أهالي حي الميدان يشكرون ربهم على الأمطار الشديدة التي هطلت، بينما الجزيرة ما زالت تنقل صورا تقول إنها لمظاهرة في الميدان. إلى هنا انتهى خبرنا الذي نقلناه. طبعا الجزيرة لم تعقب، لكن صحفيا سوريا يستغرب جريمة أهالي الميدان بحمد ربهم على المطر، وتتفتق ظرافته فيسخر من الإخبارية لأنها قالت إن الأمطار هطلت عندما هطلت. فعلا بعض الصحفيين يجب أن نحوطهم بآيات الله كي لا تصيبهم العين، ويبدو أن المهنية التي يريدها عباقرة الصحافة المحرضة اليوم تفرض علينا أن ننكر هطول المطر وأن نستمر بالقول مع الجزيرة إن المظاهرة حاشدة، وإن لا مطر ولا من يحمدون ربهم ولا من تفرقوا ولا متظاهرين، ونخسر ظرافتهم وعبقريتهم الصحفية. بالفعل اللي استحوا ماتوا، لك المطر نزلت بدكم نقول ما نزلت، ولك المظاهرات بالعشرات وتفرقت من المطر، ولك أهلنا وأهل الميدان بيشكروا ربهم كل ما نزل المطر. فعلا ما عادوا استحوا، وكما استشهد أحد المتابعين فإن هؤلاء هم صم بكم عمي فهم لا يفقهون. قولوا يا لطيف. إلى هنا ينتهي هذا التوضيح، إلى اللقاء.